سلام، مرحبا بكم عندي في قناة حكايات وروايات من حول العالم. اليوم جبت لكم قصة من الخليج العربي. القصة ديال أم متزوجة عندها 3 ديال الأطفال. خلينا نعطوها اسم منى. هذا ماشي اسمها الحقيقي، اسمها اسم مستعار. منى ربة بيت، شرات هي وراجلها دار كبر من اللي كانت عندهم، بحكم أنه ولاو عندهم 3 ديال الدراري. ولكن ملي شراو دار جديدة كتروا عليهم المصاريف. منى اختارت أنها تخدم وتعاون راجلها في مصاريف البيت، ولكن للأسف مع المسؤولية ديال الخدمة الجديدة منى ما بقتش كتقدر توفق بين رعاية الأولاد وتنظيف البيت، بحكم أنها كانت كتخدم النهار كامل وراجلها كيخدم في مدينة بعيدة وكيجي غير مرة في الشهر. اتفقت هي وراجلها أنهم يجيبوا مساعدة تعاونها في جميع الدار وتربية الأولاد وتسهل عليها هاد الأمور. واحد النهار كانت كتناقش هذا الموضوع هي والزميلات ديالها في الخدمة، وهي واحد الموظفة قالت لها علاش لي ما تجربيش واحد المكتب ديال تشغيل العاملات اللي جربت أنا. راهم جابوا لي وحدة الله يعمرها دار، ورا أنا بزاف عاوناتني. المهم منى خدت الرقم ديال هاد المكتب وقالت لها أنا صافي، أنا غادي نحاول نهضر معاهم ونشوف. وفعلا اتصلت بهم وعطاتهم المواصفات ديال العاملة اللي هي كتقلب عليها، باغا وحدة يكون راسها صغير، باغا تكون خفيفة ونشيطة وتكون باقا صغيرة، بحكم أنها غادي تعاونها في الدراري، تكون كتعرف طيب، تكون نقية، كتعرف تجمع. المهم هما خداو كاع هاد المواصفات، قالوا لها يعني راه غادي تاخد وقت، ولكن غير يلقاو لها العاملة اللي فيها كاع هاد المواصفات اللي هي باغية، راه غادي يجيبوها لها حتى للدار. دازت واحد 2 سيمانات وهي تدق عليها الباب واحد البنت إفريقية. قالت لها أنا اسمي آسي، وأنا راهي العاملة الجديدة اللي صيفطوني لعندك المكتب ديال تشغيل العاملات. صراحة منى فرحت بزاف، قالت واو، اش هاد السرعة الرهيبة اللي لقاو ليا فيها العاملة، يعني هما كانوا قالوا لها غادي المسألة تاخد وقت. من الفرحة حمدت الله وشكراته، دخلتها للدار وعرفت على وليداتها. لاحظت أن آسي كتبقى غير مبتسمة وخا واحد الابتسامة غريبة شوية. منى قالت في بالها اللهم وحدة مبشورة ولا وحدة نكدية. نهار التالي مني مشات للخدمة مشات فرحانة وشكرت ديك صاحبتها الموظفة اللي معاها، قالت لها حيت وريتيني هاد المكتب وصفتوا لي العاملة بهاد السرعة. في وقت استراحة دخلت منى التليفون ديالها، دخلت له الابليكاسيون باش تشوف الابليكاسيون ديال الكاميرا باش تشوف شنو كيديروا الدراري، واش رجعوا من المدرسة، واش آسي مزيانة معاهم. ولكن تصدمت، لقات ان الكاميرا ما بقاتش كتخدم. بقات كتقول مال هاد الكاميرا، مالها ما بغاتش تخدم، انا يلاه شريتها وثمنها غالي بزاف. المهم عيطات على ولدها في الواتساب، قال لها راه حنايا بخير واسي راها كدير شغل الدار وعطاتنا الماكله ورحنا دابا كنتفرجوا ورحنا مرتاحين. المهم هي نفسيا ارتاحت وكملت نهارها ديال الخدمه. ولكن في النهار الثاني خرجت بكري من الخدمه باش تحاول تشوف تحل هذا المشكل ديال هذه الكاميرا اللي تخسرت فجأة. المهم اللي خرجت بكري مشات للدار، لقات الدار مجموعة، الماكلة طايبة، آسي كتسنى الوليدات يجيو من المدرسة. منى الصراحة فرحات بداك الشيء اللي كتشوف، قالت لك هاد العاملة الجديدة راه بحال جاتني من السما، داك الشيء اللي انا باغا. داك النهار كله هي قدات داك النهار انها كتحاول تشوف هذا المشكل ديال هاد الكاميرا علاش ما كتخدمش، كتمشي لليوتيوب تشوف الفيديوهات وداكشي. المهم كتصاوبها شويه غير كتشعل كتطفى، يعني هي ما فيهاش حتى شي مشكل باين، ولكن شي حاجه كتخليها كتطفى وما كتبقاش كتخدم. هنا صافي منى قررت ان غادي تسنى حتى لراس الشهر ملي تخلص وتشري كاميرا جديده.
واحد الليله كانت منى ناعسه وجا فيقها ولدها الكبير. هي تفاجات بزاف حيت ولدها الكبير ما مولفش انه هكا يفيق، وبالعكس نعس وثقيل، والصباح كتفيقو هي غير بزاف باش يمشي للمدرسه. المهم الولد كان خايف ومقلق وقال لها ماما عافاك جري على آسي. سولاتو علاش مالها ماما علاش؟ قال لها ماما راه كل ليله كتجي لعندي في الليل وكتبقى تمسح لي في الكف ديال يدي، وكتبقى تخطط لي شي خطوط بصبعينها في يديا، وكتبقى تقول لي شي حاجات ما مفهومينش انا عمري ما سمعتهم. منى الصراحه ما صدقاتش ولدها، حيت ظنت انه غير كيختلق في القصص، حيت هو ديما كيتفرج في الافلام ديال الرعب وكيبغي يقرا دوك القصص ديال الحكايات والخيال العلمي وداك الشيء الحكايات الغريبه زعما. قلت له يمكن هذه غير كوابيس كتجيك وانت ناعس ويحسب لك بالصح. ولكن ولدها بقى كيأكد عليها انه ماشي حلم. المهم قالت لي قرا شويه القران وحاول تنعس. الامور بقات غاديه هكا عاديه حتى لواحد النهار جات منى من المدرسه ولقات بنياتها الصغار جالسين في الصاله قدام التلفازه وقدامهم واحد السندويتشات، ولكن ما واكلين ما كياكلوش السندويتشات باقيين كما هما. وجه البنيتات الصفر ومكمشين جالسين مكمشين فوق الفوتوي وما كيهضروش وخايفين. ملي سولاتهم قالوا لها واحد القصه غريبه طرات ليهم. قالوا لي انهم جاهم الجوع، عيطوا على آسي، بداو كيغوتوا عليها بسميتها، ما رداتش عليهم، ناضوا هما مشاو للكوزينه وبداو كيصاوبوا سندويتشات لراسهم. ولكن بداو كيسمعوا شي اصوات غريبه جايه من حاشكم طارود الزبل. ملي مشاو طلوا في طارود الزبل حاشاكم خرج لهم الراس ديال آسي كيضحك بديك الابتسامه الغريبه المستفزه اللي عندها. ومن داك الوقت وهما خايفين وجالسين في الفوتوي وما قادينش يمشيو للكوزينه، وقالوا لا آسي راها باقا في الكوزينه. ولكن ملي مشات منى الكوزينه كتقلب على آسي ما لقاتهاش. ملي عيطت عليها آسي هبطت من الدروج، دليل على انها كانت في الطابق العلوي وما كايناش في الكوزينه. ما عرفت ما تقول ليها، وقالت لبناتها وقيلا غير كنتو كتخيلوا هذا الشيء. لا غد ليه جا راجلها من السفر وقضى معاهم وقت زوين، وكانوا في ديما كيخرجوا كعائله. آسي ما كتبغيش تخرج معاهم، كتقول لهم خليكم نتوما عائله، خرجوا مع بعضياتكم، استمتعوا بوقتكم، انا غادي نبقى في الدار. ولكن منى ما كانتش عارفه ان هذا كان كيعطي لآسي فرصه دير ما بغات في الدار بوحدها. من بعد هكاك شي 3 ايام الاب رجع سافر لخدمته، وديك الليله بالذات كانت منى ناعسه وحسات بشي يد كتقيسها في وجهها. يعني ديك اليد هي حساب لا ديال راجلها وهي تقفز. ملي قفزت ناضت من النعاس مخلوعه، حيت هي عارفه راسها هي غير بوحدها في داك البيت، يعني ما كاين حتى واحد معاها. ولكن راه حسات بديك اليد يعني بحال حقيقيه وحرشه وفيها واحد البروده. المهم هي حاولت تهدأ راسها وبقات كتقول وقيلا غير كنت انا كنحلم. بدات كتقرا شويه القران وهي تنعس. الليله اللي موراها كان كلشي ناعس، وهي كانت كتوجد يعني كلشي ناعس في الدار، وهي كتوجد راسها يعني كتوجد باش تمشي تنعس. المهم بدات كتسمع صوت بناتها كيلعبوا كيلعبوا بالالعاب وكيضحكوا وداك الشيء. ما طلع لها الدم ومشات لبيتهم باش تغوت عليهم، حيت هي حتى الوقت النعاس ما معاهاش اللعب. المشكل انها لقاتهم ناعسين وفي سبات عميق، ناعسين وكيشخروا، ولكن الالعاب ديالهم ملاوحين بحال يلاه كانوا كيلعبوا بهم. الغريب ان الالعاب مهرسين والمونيكات مطير لهم الريوس ديالهم ورجليهم محيدين. استغربت بزاف حيت بناتها ديما قبل ما كينعسوا كيجمعوا الالعاب ديالهم، هما ديما كيهتموا بالالعاب ديالهم خصوصا المونيكات كيموتوا عليهم. هنا بدا كيدخلها الشك، شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني اولا ولدها ومن بعد البنيتات هكا طرا لهم في الكوزينه، ودابا هادشي اللي طرا في الالعاب ديالهم. صراحه بدات كتشك في العامله آسي انها هي اللي عندها علاقه بالموضوع. المهم النهار الثاني هي خدات عطله، يعني خدات كونجي، وقالت للعامله ديالها اجي نخملوا الدار، انا غادي نعاونك في الدار. المهم هي غير بغات باش تبقى تحضيها تشوف اش كدير الا كاينه شي حاجه غريبه. ملي منى كانت كتنقي من ورا الفوتوي بلاسبيراتور لقات واحد الرزمه
هي زعما حمرا، توب حمر، وفيه شي حاجات الصراحة ما مني حليتها لقيت فيها شي حاجات يعني غريبين، أعشاب على عظومة ديال الحيوانات. هي ما فهمتش وجاتها واحد الخلعة وطالعة منهم واحد الريحة غريبة، وهي تغوت على آسي قالت لها آسي اشنو هادشي. آسي أول مرة غادي تجي لعندها وغادي تمشي ديك الابتسامة الغريبة اللي عندها في وجهها، غادي تولي صارمة وغادي تقول لها لاش حليتيها، اش داك تحليها. قالت لها شنو هادشي وعلاش دايره عندي في داري؟ قالت لها هادي راه باش تحميني انا وتحمي لك ولادك. منى تعصبت ورمات عليها داكشي وقالت لها هادشي حيدي عليا من داري، ما بغيتوش، ما نشوفوش، ما نبقاش نشوفو في داري. هنا صافي قررت انها غادي تتصل بالمكتب ديال التشغيل وغتقول لهم ما بقاتش باغا هاد آسي وخصهم يجيو يديوها ويشوفوا لها شي وحده اخرى. وفي ذاك الوقت سمعت الغوات جاي من البيت ديال ولدها، مشات لبيت لولدها تشوف اش طاري، لقاتو كله مكنزز ومشنج وجاتو نوبة صرع. البنيتات حداه خوتو كيبكي وكيغوتو ما عارفين شنو يديروا ليه. هي تصدمت الصراحه، ولدها عمرو ما جاتو حاله صرع. المهم هي بغات تساعدو تفيقو، قالتي لا حطيتو تحت الدوش يمكن يفيق. المشكل انها ملي جات تهز هاد الولد ما قداتش تهزو، ولا ثقيل واحد الدرجه. هي بدات كتقول راسها كيفاش انا ولدي يلاه عنده 10 سنين وما قداش نهزو. المهم عيطت للاسعاف وعيطت الاب ديالو اللي مسكين سمح في الخدمه وش الطريق. ملي جاو ديال الاسعاف حتى هما استغربوا، كيفاش هاد الوليد صغير حنا كنا ما قادينش نهزوه هو بهاد الثقل. المهم تحاموا عليه كلهم وهزوه داروا في لومبيلونس. ملي وصلوا للمستشفى ديك الساعه بداو كيديروا ليه تحاليل وفحوصات وداكشي، ولكن المشكل كلشي رجع سليم، كلشي رجع طبيعي. الدكتور ديال في المستشفى جلس معاها وقال لها الصراحه هاد الحاله غريبه، هاد الولد احنا ما عارفينش علاش جاتو هاد حالة الصرع مع ان كل الفحوصات رجعت سليمة وما عنده والو. قال لها صراحة كنصحك تديه لشي فقيه. هي الصراحة استغربت لان عادة الاطباء ما كيأمنوش بداك الشيء، يعني يقول لك الفقيه ما الفقيه. المهم هي خدات بالنصيحة، قالت له واخا دابا نشوفوا ليه شي فقيه. ديك الساعة وصل راجلها للسبيطار وعاودت ليه كل شيء. قال لها اول حاجة خصنا ملي نرجعوا نجريو على ديك العاملة من الدار، هي السبب في هادشي كله. وهما راجعين في الطريق يعني من بعد ما هزوا ولدهم صافي خرج الولد من السبيطار وهزينه في الطريق يعني في الطوموبيل وغاديين، لاحظوا ان ولدهم كيتصرف تصرفات غريبة. ماشي يعني داك ولدهم اللي عارفينه، ولا غير ساكت وكيشوف كلشي كيشوف فيه بحال داكشي كيشوفوه بحال اول مرة. المهم ملي دخلوا للدار بداو يقلبوا على آسي، لقاو بناتهم بوحدهم ما كاينه لا آسي لا والو. طلعوك كيقلبوا عليها في البيت ديالها والو، لقاو خاوي اصلا، لقاوه مغبر، استغربوا. المهم تما صافي منى هزت التليفون وعيطت على المكتب باش تشكي لهم من آسي ومن الافعال ديالها. وهنا كانت الصدمه. مكتب التشغيل قالوا لا حنا باقين كنقلبوا لك على عامله مدام، راه مازال ما صيفطنا لك حتى عامله، عمرنا ما صيفطنا لك اي حد، لا عامله ولا غيرها لدارك. هنا تصدمت منى، بدات كتقول راسها الله يا ربي شكون هذيك اللي كانت عايشه معانا، وكيفاش انا دخلتها لداري وامنتها على ولادي، والله اعلم لو كانت اصلا من الانس ولا من الجن. دازت واحد الايام قليله ولكن منى لاحظت ان ولدها ما تحسنش، ولدها باقي غير ساكت ما كيهضرش، كيدير تصرفات غريبه. واحد المره لقاتو في البيت ديال آسي واقف مقابل مع الحيط ما كيقول والو. يعني هذا الشيء كله خلع منى وقالت انا صافي غادي ندير بنصيحه الطبيب وغادي نحاول نديه لشي فقيه. المشكل انها لما مني مشات داتو لعند الفقيه بدا كيقرا عليه وداكشي، ولكن قال ليها
المشكل ديال ولدك هو أنه ملي حليتي ديك الرزمة اللي لقيتي هادشي صاب ولدك، وهادشي ما غيعالج لك ولدك تتلقاي ديك الرزمة. والرزمة راكم عارفين راها كانت عند آسي، وآسي أصلا هما ما عارفينش ليها فين غبرت، بحال كي كيقولوا غبار وطارت. لحد الآن الوليد باقي هو ما قدروش يعالجوه لا بالفقيه ولا عند الطبيب. الدري ما كيهدرش، الدري غير حار عينيه ومصدوم، عايش وما عايش. ومسكينة هي الأم منى ديما 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 كتحس بالذنب وكتقول أنا السبب، وأنا اللي درت هادشي لولدي، وكون ما كنتش جبت هاد العاملة، كون ما كنتش جبت هاد آسي، ما كانش غيطرى هادشي لولدي. والمشكل أنها دابا لحد الآن كتحاول، واخا هي عارفة راسها راه صعيب عليها أنها تلقى هاد آسي، باقي الآن كتحاول أنها بشي طريقة تلقاها وتطلب منها أنها تسترجع ليها ديك الرزمة، وأنهم يعني باش يحاولوا باش يرجعوا لها ولدها كما كان. العبرة من هاد القصة أن الواحد ما يبقاش غير داير الثقة، يحاول أنه يتأكد مزيان قبل ما يخلي أي حد يدخل لداره، وأن الواحد ديما ما ينساش يحصن البيت ديالو بقراءة القرآن، لأنها كتساعد شوية. إلا كانت هذيك يعني من العالم الآخر هذوك ما كيبغيوش يسمعوا القرآن، يعني ما يمكنش تبقى عندها، يعني خصو واحد يبقى يحصن الدار، يطهر الدار بالقرآن وبالذكر. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتكم. شكرا إلا بقيتوا معايا لآخر القصة. ما تنساوش عافاكم ديروا لي أبوني، اشتركوا معايا في القناة، أنا محتاجة لدعمكم، محتاجة الاشتراكات ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وخليوا لي شي كومنتير زوينة. باي باي.